هلو. المرة دي بقى أنا مش جاي لك بكوباية شاي، أنا جاي لك المرة دي بكوباية نعناع. ليه بقى كوباية نعناع؟ لأن إحنا بنصور الساعة 5 الفجر. فعلى أمل برضك إن الحمار يفهم، بس على رأي سعد زغلول لما قال لك مفيش فايدة. طيب ركز معايا يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أول درس عندنا في المنهج في الترم الثاني بيتكلم عن نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. طبعا أنت مستلمك من الترم الأولاني كل الكلام عن قارة أفريقيا. تعال بقى نكمل كلامنا برضك عن قارة أفريقيا ونقول في الدرس بتاع النهاردة نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. طيب ممكن أنت تسأل نفسك يا مستر أنا من رابعة ابتدائي باخد أنواع سكان مصر، جيت في 5 خدت نمو وتوزيع سكان مصر، جيت في 6 خدت نمو وتوزيع سكان الوطن العربي، وفي أولى إعدادي خدت نمو وتوزيع سكان أفريقيا. وأنا ليه أصلا باخد الكلام ده كله؟ تعالى يا سعادة الباشا وأنا هقول لك وهفيدك بكل بساطة. حضرتك بتاخد نمو وتوزيع السكان في كل المناطق ليه؟ عشان بإذن الله إن شاء الله لما شأنك يرتفع وتمسك حاجة مهمة في البلد ويطلب من حضرتك إنك تحط مشاريع أو خطط مستقبلية، تكون أنت دارس قبل كده المشاريع والخطط دي بتتحط إزاي وعلى أي أساس. هنفترض مثلا ان انا اديتك منطقه او مدينه زي مدينه المحله، وقلت لك يا باشا حط لي خطه ليها او لتطويرها. هتعرف منين انها محتاجه مدارس؟ هتعرف منين انها محتاجه مصانع؟ هتعرف منين انها محتاجه مستشفيات؟ غير طبعا لما يكون حضرتك او تكون حضرتك دارس الكلام ده كله وعارف ايه المشاكل وتقدر تحلل ايه المشكله اللي هنا. فعشان كده بكل بساطه انت بتدرس حضرتك نمو وتوزيع السكان في كل المناطق. هتقول لي طيب دي مدينه المحله، انا ليه بدرس افريقيا؟ زي ما قلت لك لو ربنا كرمك وحضرتك مسكت حاجه عليا في الدوله يعني. طيب هنتكلم في درس النهارده عن نمو وتوزيع سكان افريقيا. خلينا واحنا بنسمي كده في اول الدرس نقول مع بعض ان قاره افريقيا عندك في الترتيب هي تاني قارات العالم من حيث عدد السكان. كان عندك في الترم الأول بيكلمك وبيقول لك إن من أكبر قارات العالم مساحة أول قارة هي آسيا، تاني قارة هي أفريقيا. هتشيل بقى المساحة وتحط مكانها السكان. ما هي طبيعي تاني قارة في المساحة يعني فيها عدد دول كتير، يعني فيها عدد سكان كتير، وده شيء طبيعي جدا حضرتك المفروض تستنتجه بعقلك، ده إن كان فيك عقل أصلا. تمام؟ طيب فقال لك اهو قارة افريقيا هي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان. طبعا مين الاولى؟ طبعا الاولى يا باشا عندك هي قارة اسيا. يبقى تمام كده اول معلومة عندنا ان قارة افريقيا تاني دولة من حيث عدد تاني قارة عفوا من حيث عدد السكان، لكن اول قارة هي قارة اسيا. طيب سكان افريقيا كام يعني يا مستر عشان نعمل لهم درس كامل؟ قال لك يا باشا سكان قارة افريقيا حسب تقديرات سنة 2023 كانوا مليار ونص نسمة. مليار ونص نسمة عايشين في قارة افريقيا، يعني خمس سكان العالم ده كله او الكرة الارضية دي كلها عايشين في قارة افريقيا. لو عايزها كام في المية فهم بالظبط 20% عايشين في قارة أفريقيا. يعني 20% من سكان العالم كله موجودين حضرتك في قارة أفريقيا. والتوقعات بتقول إن إحنا في سنة 2050 هنبقى 2 مليار و4 من عشرة مليار نسمة. طيب التوقعات دي حسب إيه؟ هل إحنا بنعمل التوقعات دي بشكل بديهي؟ قال لك لأ. حضرتك لما جينا ندرس سكان قارة أفريقيا لقينا إن سكان قارة أفريقيا بيزيدوا كل 3 عقود. بيزيدوا كل قد إيه يا مستر؟ 3 عقود؟ ده الكلمة دي غريبة على ودني. تعال أما أفهمك. بص يا باشا، كلمة العقد بتساوي 10 سنوات. يعني أنا لو جاي أتكلم مثلا عن طفل وأقول لك الطفل ده عمره عقد من الزمن يعني عنده 10 سنين، فانا قلت لك ان سكان افريقيا بيزيدوا كل 3 عقود، يعني بيزيدوا كل كام سنه؟ 30 سنه. ما العقد 10 سنوات وانا قلت لك بيزيدوا كل 3 عقود يعني بيزيدوا كل 30 سنه. فقال لك يا باشا من التوقعات ان في 2050 سكان افريقيا يبقوا 2.4 من عشرة مليار نسمه. طيب يجي لك سؤال مهم جدا هنا ويقول لك يا باشا قول لي الدليل. قول لي دليلك ان يتضاعف سكان افريقيا كل 3 عقود.
لسكان افريقيا، او ايه الدليل بتاعك ان سكان افريقيا بيزيدوا كل 3 عقود او كل 30 سنه؟ هقول له بكل بساطه ان احنا جينا عملنا احصائيه على عدد السكان من سنه 1975 لسنه 2005، لقيناهم تضاعفوا، زادوا من الضعف. تمام؟ طبعا من سنه 1975 لسنه 2005 لو طرحتهم من بعض هيطلع لك 30 سنه، دي اللي انا بقول لك عليها. ومن المتوقع ان هم هيتضاعفوا تاني عام 2035، يعني هيجوا تاني في 2035 هيتضاعفوا تاني. هتقول لي ليه يا مستر بقى في 2035؟ اذا كنا احنا في 2025 و2035 دي كمان 10 سنين. هقول لك يا غبي يا حمار افهم، ما هم اخر مره عدوها كانت في 2005، حط بقى 30 سنه على 2005 هيطلع لك 2035. مش محتاجه، بسيطه جدا. تمام، ادي كده اول معلومه بالنسبه لنا. يبقى احنا قلنا ان قاره افريقيا مع بعض تاني كده بسرعه، تاني قارات العالم من حيث عدد السكان. فيها قد ايه يا مستر؟ قال لك حاليا حسب اخر احصائيات في 2023 عدد سكان افريقيا وصل ل 1.5 مليار نسمه، من المتوقع انهم في 2050 يوصلوا 2.4 مليار نسمه. يجي لك سؤال مهم جدا في الامتحان يقول لك دلل لماذا او يتضاعف عدد سكان افريقيا كل 3 عقود والعقد 10 سنوات، يعني كل 30 سنه. هتقول له ان احنا عملنا حيث تضاعف بين عامي 1975 و2005، ومن المتوقع انه يتضاعف مره اخرى في 2035. طيب تعالى نكمل كلام، بس ناخد بق نعناع. طيب يا باشا، عدد سكان افريقيا كتير جدا زي ما انت شفت. في بقى دول في افريقيا عدد السكان فيها كتير برضك. تعالى لما اقول لك الدول دي يا باشا البلد بالترتيب. الدول عندنا بالترتيب، اول دولة في افريقيا من حيث عدد السكان هي دولة نيجيريا. دولة نيجيريا هي اول دولة عندك من حيث عدد السكان. طيب تاني دولة قال لك هي دولة اثيوبيا. تاني دولة هي دولة اثيوبيا من حيث عدد السكان. والدولة الاخيرة او الثالثة هي مصرنا الحبيبة. طبعا مصر لازم تطلع كده، ده احنا بالصلاة على النبي يعني 120 مليون. تمام؟ فطبيعي تكون مصر المركز الثالث. طيب في مدن معينة بيقعد فيها السكان، لعل وعسى تجي لك نواتج تعلم. ايه المدن اللي بيتركز فيها السكان في كل دولة من الدول دي، من الدول اللي فيها عدد سكان كبير؟ قال لك مدينة نيجيريا مثلا قاعدين في مدينة اسمها لاجوس. بيسكنوا في مدينة او السكان مضغوطين او معظمهم في مدينة اسمها لاجوس. لاجوس دي كانت عاصمة نيجيريا، بس هي مش عاصمة نيجيريا دلوقتي. لاجوس دي كانت مدينة ساحلية على البحر من الآخر، كانت السكان قاعدين فيها. ليه بقى؟ لأنها كان فيها الوزارات وفيها كل حاجة والمؤسسات الحكومية وفيها كل شيء. طيب أما في مدينة أثيوبيا فيتركزهم في مدينة اسمها أديسا بابا. قاعدين في مدينة يا باشا اسمها أديس أبابا، ودي عاصمة أثيوبيا. طبعا عاصمة مصر انت مش محتاج تعرف، لان انت لو مش عارف عاصمة مصر تبقى انت شخص بقى نيجيري بلجيكي اثيوبي اي شيء تاني. عاصمة مصر طبعا واللي بيتركز فيها السكان هي القاهرة. طيب فدي كده معلومة إسرائيلية ليك او معلومة مهمة ليك ممكن تكون في نواتج التعلم. السكان بيتركزوا فين؟ في نيجيريا في لاجوس، اثيوبيا اديس ابابا، ومصر القاهرة. نكمل. ايه يا مستر السبب في ان عدد سكان افريقيا يضرب ويفتح مننا على الرابع بهذا الشكل المروع اللي احنا شفناه؟ قال لك يا باشا احنا عندنا سببين. اول سبب اللي هو الزياده الطبيعيه، ودي طبيعيه خالص، اللي هو مع تحمل وتولد تحمل وتولد، دي طبيعيه. تمام؟ حتى اسمها زياده طبيعيه. تمام؟ اللي هو قريبك او اي حد عنده مولود بيحمل ولد، دي اسمها زياده طبيعيه. الى جانب برضك ان في ناس بتموت والاعمار بيد الله، احنا ما بنقتلش حد، فدي برضك بنسميها زياده طبيعيه. فعندك تعريف الزياده الطبيعيه تعريف مهم جدا، وهو يا باشا بيقول لك تعريف الزياده الطبيعيه: الزياده الناتجه عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فتره معينه. يعني لو جيت هنا بالمنطق وبشكل رياضي هتلاقي ان كلمه فرق يعني طرح. فبيقول لك يا باشا الزياده الطبيعيه هي ان احنا بنحسب عدد المواليد ونشوف عدد المواليد كام ونطرحهم من الوفيات. يعني مثلا اتولد عندك 3 مليون ومات مليون، فتطرح الواحد من الثلاثه يطلع لك ان اللي عايشين او الزياده الطبيعيه 2 مليون، يعني الدوله زادت بحجم 2 مليون شخص. طيب
وبعد كده ده سبب من اسباب الزياده اللي هي الزياده الطبيعيه. في بقى زياده تانية غير طبيعيه اللي هي ايه؟ حضرتك لما انا دلوقتي مثلا يجي لي انا في مدينه المحله الكبرى، لما يجي لي شغل في مدينه الاسكندريه، انا كده عملت ايه؟ هاجرت. الهجره دي زياده غير طبيعيه، ما انا كده زودت سكان اسكندريه، فبنسميها هجره. الهجره هي انتقال الفرد من مكان لاخر بهدف بقى العمل او الدراسه او اي شيء تاني. طيب انا لو جالي شغل في السعوديه، سبت بقى مصر خالص ورحت السعوديه، دي اسمها هجره خارجيه، انتقلت من دوله لدوله. يبقى الهجره عندنا نوعين: هجره داخليه من محافظه لمحافظه داخل حدود الدوله، او هجره خارجيه من دوله لدوله اخرى. طيب دول اسباب الزياده. خلينا الاول نتكلم عن الزياده الطبيعيه، وهنتكلم اول حاجه عن معدل المواليد. قال لك يا باشا في معدل المواليد في قاره افريقيا، احنا بالصلاه على النبي قارة أفريقيا معدل المواليد فيها ضعف المعدل العالمي. يعني اللي بيتولدوا في قارة أفريقيا بس ضعف اللي بيتولدوا في العالم كله. يعني العالم كله لو اتولد فيه 20 مليون، ففي قارة أفريقيا بيتولد 40 مليون، ضعف المعدل العالمي. طيب يعني احنا مستر بالصلاة على النبي كده يعني عمالين نولد بس. طب ايه السبب في زيادة معدل المواليد؟ ده سؤال مهم جدا برضه بيجي في الامتحانات. يقول لك قول لي يا باشا بما تفسر ارتفاع معدلات المواليد في قارة افريقيا. ليه؟ اهو ارتفاع معدلات المواليد في قارة افريقيا 3 اسباب ملهمش رابع. اول حاجة هي كثرة الانجاب، ان احنا بالصلاة على النبي في افريقيا فاتحينها على الرابع. متوسط الاسره في افريقيا، متوسط الاسره في قاره افريقيا، انا هنا مش بتكلم عن مصر بس، انا بتكلم عن قاره افريقيا ككل. فمتوسط الاسره في قاره افريقيا عامه بيتراوح بين 5 ل7 افراد. تلاقي الاسره 5 او 7 او ممكن ساعات اكتر، وفي قرى هنا في الصعيد برضك على هذا المنوال. طيب رقم 2 قال لك الزواج المبكر. يعني ايه الزواج المبكر ده؟ وخاصه للاناث او البنات. الزواج المبكر ده يا حبيب قلبي مش ان العريس والعروسه يصحوا يتجوزوا الصبح بدري، لا. العريس مثلا يكون عنده 18 سنه والعروسه عندها 18 سنه، فالاثنين يتجوزوا. او العروسه هي اللي ساعات في اوقات كتير بتبقى اصغر من العريس، فالاثنين يتجوزوا. طيب انا دلوقتي اتجوزت واحده عندها 18 سنه، على بال ما وصلت 21 او 22 سنه بقى عندنا 3 عيال. هنكمل حياتنا نعمل ايه؟ هنخلف تاني، فايه اللي هيحصل؟ هنزود معدل المواليد، فايه اللي هيحصل؟ عدد السكان يزيد. طيب تالت حاجه قال لك يا باشا بسبب ضعف برامج تنظيم الاسره. ايه ضعف ايه بقى برامج تنظيم الاسره دي؟ كان في اعلان جميل كده بيظهر في رمضان بتاع اكرم توفيق، يقول لك ايه؟ عيل يشيلك في العزوه احسن من 5 ما تلاقيهمش في الازمه. عيلين تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. فده اسمه برامج تنظيم الاسره، اللي هو بيقول لك عيل او 2 كفايه. طب ليه عيل او 2 كفايه يا مستر؟ ده الحاجات دي ارزاق يعني، والعيل بيجي برزقه. طيب انا هقول لك حاجه بمثال بسيط جدا. حضرتك دلوقتي لو شغال شغلانه ما بتجيبلكش فلوس كتير وخلفت 6 عيال، حضرتك هتصرف على ال6 منين؟ يعني انت هتجيب فلوس لل6 تربيهم منين؟ طب تخيل معايا المشهد بقى، لو حضرتك شغال شغلانه بتجيب لك فلوس تعيشك على الاقل، وخلفت عيل او 2 او 3، تمام؟ فتقدر ان انت تعلمهم كويس، تقدر تاكلهم كويس، تلبسهم احسن لبس، يطلعوا شخصيات مهمه في البلد، احسن ما تخلف 6 ما تعرفش تربيهم وتطلقهم علينا في الشارع. يبقى تاني بما تفسر اسباب زياده معدلات المواليد في قاره افريقيا: رقم 1 كثره الانجاب، رقم 2 الزواج المبكر، رقم 3 ضعف برامج تنظيم الاسره. عندنا بقى دوله مشهوره انها اكبر دوله في معدل المواليد. الدوله دي معدل المواليد فيها مرتفع جدا. طيب دي دولة ايه بقى يا مستر؟ قال لك يا باشا دي دولة النيجر. دولة النيجر مش الأولى بس في أفريقيا من حيث معدل المواليد، قال لك لا ده الأولى في العالم كله. دولة النيجر عدد المواليد فيها أو معدل المواليد فيها مرتفع لدرجة إنها الأولى في العالم بحاله، مش في أفريقيا بس. تمام كده احنا اتكلمنا في معدل المواليد. آخر ملحوظة ليك المفروض تكون عارفها عن معدل المواليد، بيقول لك إن تعدد الأطفال ده من الثقافات المنتشره في افريقيا. لان يعني عندنا مثلا في مصر بنشوف ان الاولاد عزوه، فانت بتجيب عزوه ما تعرفش تربيها، يعني الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله على العزوه بتاعك، تمام؟ فاحنا بنشوف يعني ان تعدد الاطفال ده شيء جميل، خصوصا بقى في البيئات الفقيره. هتقول لي يا مستر هو فقير بيخلف كتير؟ اقول لك لان الشخص الفقير بيشوف ان هو لو خلف كتير او صبيان كتير لما يكبروا
هيجيبوا فلوس كتير فيخلوا من الاسره غنيه. ده ساعات بيبقى تفكيره، وده طبعا تفكير جاهل وتفكير ملوش اي اساس من الصحه. طيب نكمل. اتكلمنا في معدل المواليد، تعالى يا باشا بقى نتكلم فيه معدل الوفيات. قال لك لا، قارة افريقيا الحمد لله بتسجل معدل كويس او نوعا ما حلو في الوفيات شويه. ازاي؟ قال لك ان المعدل في قارة افريقيا يا باشا كان السهم طالع لفوق في الوفيات، كان ناس كتير قوي بتموت في قارة افريقيا. قال لك بس السهم ده بدأ ينزل لتحت وبدأ يقرب للمعدل العالمي. يعني السهم بتاع الوفيات ده بدأ ينزل ويقرب للمعدل العالمي، ما عادش كبير اوفر عن المعدل العالمي. طيب قال لك بس في كام دولة كده، فاضل كام دولة كده هو اللي المعدل فيها مرتفع قوي، معدل الوفيات فيها مرتفع قوي. طيب ايه الدول اللي معدل الوفيات فيها مرتفع؟ قال لك 3 دول، نيجيريا وتشاد ودولة اسمها ليسوتو. يبقى تاني اما يجي يقول لك ايه الدول اللي مرتفع فيها معدل الوفيات لسه ما قالتش، هتقول له نيجيريا وتشاد وليسوتو. طيب الدول دي ليه المعدل فيها مرتفع يا مستر؟ هل يعني كل دول افريقيا تقدمت وهم اللي متخلفين؟ هقول لك لا، بس خليني اقول لك. قال لك بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات في هذه الدول، ليه الدول دي الوفيات فيها كتير؟ هتقول له تفشي الامراض المستوطنه. الدول دي بعيد عننا يا رب، لسه عندهم لحد دلوقتي امراض مش لاقيين لها علاج، وامراض مش موجوده غير عندهم بس. عشان كده مثلا حضرتك مثلا لو مسافر في شغل لنيجيريا او تشاد او ليسوتو، في المطار يقول لك قبل ما تخش الدوله اتطعم الاول. لازم تتطعم. ليه لازم تتطعم؟ قال لك ما هو انت لو ما اتطعمتش هيسيبك مرض من دول. وبعيد عننا الامراض دي في اوقات كتير بتبقى فتاكه، بتقضي على حياه البني ادمين. طيب تاني حاجه، ارتفاع وفيات الاطفال والامهات. الاطفال عشان مناعتهم لسه صغيره فما بتستحملش ساعات الامراض وحياتهم بتنتهي. الامهات ليه بقى؟ هقول لك. بسبب العادات السيئه بتاعت كثره الانجاب، فالامهات ساعات بيجي لها وقت بتبقى هي مثلا لسه والده، ففي الوقت ده هي ما ينفعش ترجع تحمل تاني. بس هم للاسف عشان ما فيش علم وفي جهل منتشر فبتحمل تاني وما بتاخدش الفيتامينات بتاعها ولا بتاخد وقت الراحه ولا اي حاجه، فده بيؤدي الى وفاه الام ايضا. طيب ده بالنسبه للثلاث دول دول. طيب نكمل بقى. يجي لك سؤال يقول لك طيب يا باشا احنا دلوقتي قلنا ان المعدل بشكل عام في افريقيا انخفض. طب ليه بقى المعدل في افريقيا انخفض؟ هتقول له بسبب 3 حاجات برضو مالهمش رابع. ايه هم؟ يقول لك بما تفسر انخفاض معدل الزياده الطبيعيه في قاره افريقيا. يعني المواليد قلوا والوفيات قلوا. هتقول له رقم 1 ضبط النمو السكاني. الدول بدات تاخد بالها ان البشر بيكتروا وما عادش في موارد مكفياهم، فقالت لهم لا بس صلوا بقى على النبي، تمام، ونهدى كده ونرزمن ونظبط السكان بتوعنا عشان نلاقي كلنا ناكل ونعيش. رقم 2 تطوير النظم الصحيه. يعني المستشفيات بدات تبقى متطوره، الدكاتره بداوا يبقوا على كفاءه اعلى وهكذا. رقم 3 الاهتمام بصحه الام والطفل. بداوا من ان هم يطعموا الاطفال ضد الامراض اللي بتبقى منتشره، وبداوا يهتموا بصحه الام، يدوا الفيتامينات بتاعها ووقت الراحه بتاعها، فبداوا يحافظوا على الصحه شويه. قال لك بالرغم من كل ده ما زالت الزياده الطبيعيه في افريقيا برضك مرتفعه في بعض الدول. وقال لك اعلى الدول الافريقيه من حيث معدلات الزياده الطبيعيه، انا لسه قايل لك واحده فوق منهم اللي هي نيجيريا اللي هي الاولى في العالم وفي افريقيا، وتاني دوله عندنا وهي الصومال. وبكده نكون خلصنا اول جزء من شرح درس نمو وتوزيع السكان في افريقيا. اتمنى يكون الفيديو فادك، اتمنى تكون فهمتني ووصلت لك المعلومه. لو عندك اي مشكله اكتبها لي تحت في الكومنتات، اشترك في وزع وتفعل زر التنبيهات. لو الفيديو عجبك شايف ان هو فيه شير غيرك. كان معكم مستر احمد السيد، سلام.